الجغجغ والكذب وعمي تبون عمك تبون اشبن الجبناء حاليا. اقسم بالله يا قيادات الجزائر اكبر كذابين على الكره الارضيه واكبر متاجرين بالقضيه الفلسطينيه على الكره الارضيه. على الجزائر البارح اجرى قرار اخذته الجزائر البارح انه تستضيف مباريات المنتخب الفلسطيني على الملاعب الجزائريه. هذا اجرى قرار اخذته الجزائر البارح في حق الفلسطينيين. واضح خويا؟ نعطيك حاجه اخرى. امس في الجزائر العاصمه يعني في مظاهره كانت الناس تحب تخرج تتظاهر، منعوهم منعا باتا وبالقوه وبشهاده الجزائريين نفسهم اللي هبطوا فيديوهات ويحكوا ويطالبوا في السلطه الجزائريه علاش تمنع فيهم من التظاهر. خويا بالنسبه للجزائر حاليا يعني اسمعني، نحكي مع الشعب الجزائري، اذا كان تحبوا نحكيوا من المنظور القوميه وتحبوا تفيدوا الناس هذوما، الكذب بلا 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 نحيوه. تكلم، قول كلمه تصلح تنفع الناس هذه، ولا اسكت، اصمت، ارقد، ولا انت حر، واحده من الاثنين، ما عندكش حل اخر، ما عندكش. الجغجغ والكذب وعمي تبون عمك تبون اشبن الجبناء حاليا. اقسم بالله يا قيادات الجزائر اكبر كذابين على الكره الارضيه واكبر متاجرين بالقضيه الفلسطينيه على الكره الارضيه، على اللي سمعناه قبل وتو. اقسم بالله ان قيادات الجزائر هم خونه وتجار قضيه. اقسم بالله، لانه حاليا قيادات الجزائر تتبع الى السلطه الفلسطينيه. تريد خليني تقول لي يا ودي الناس الكل موجودين، يعني جميع الجنسيات موجوده في غزه تدافع عن غزه، يعني جميع الجنسيات ما تتكلمش عليها. غزه انت لا تشرفها، لا تتكلمش عليها، يا اما تتكلم عليها بالحق ودافع عنها يا اما اصمت. الشعب الجزائري جبان وخائف من الحكومه، والحكومه والقيادات الجزائريه اكبر جبناء واكبر متاجرين بالقضيه، يخافون حاليا من الحرب، ويخافون حاليا يهابون الصهاينه ويهابون الامريكان والغرب. الجزائريين قولوا الحق والا اسكتوا بلع موت، انت حر، ما عندكش حل. اما باش تبدا تكذب وتجغجغ، نو، احكي الحقيقه. الجزائر ليس لها علاقه لا بغزه ولا بالمقاومه ولا بحماس، واضح؟ الجزائر تتبرأ منهم خوفا وجبنا، واضح؟ فوت الموضوع. الجزائر مثلها مثل البقيه، وامس صرحت انها تعترف الا بالسلطه الفلسطينيه وستستضيف مباريات المنتخب الفلسطيني. شوف الجزائر وقيادة الجزائر باش تفكر، باش تخمم. سيستضيفون فلسطين، هم تو حاليا لاهين بالكره ولاهين بالمنتخب الفلسطيني. هذا مش نفاق وكذب. حتى واحد ما عاد يجي جايد النكايه، حتى واحد. يا اما يجي واحد معقول وراجل ويحب يحكي، يا اما اسكت اصمت، ولا امشي انتحر. عندك حل اخر زاد، تنتحر. حل ما فماش حل اخر، واضح؟ سلام.